عند أم ترتر. يا ترى مين هي أم ترتر دي؟ اسمها نفوسة الشهيرة بأم ترتر، كانت ساكنة في حواري كرموز، ومعروف عنها إنها لا مؤاخذة ست لسانها طويل ومفترية، وفي فرش الملاية ملهاش مثيل، وماشية على مبدأ في الحارة الشرشوحة ست جيرانها. أم ترتر مخلفتش ترتر، لكن عندها إسماعيل وإبراهيم. والنبوية ترتر اسم شهرة لأنها كانت عايجة بتلبس جلاليب ومناديل بترتر، عشان كده سموها أم ترتر. وجوزها المعلم عنوان أبو إسماعيل أجدعها عرباجي حنطور. أم ترتر كانت ست بيت شاطرة، ساكنة في بيت دور واحد، منه بيت ومنه عربخانة لحصان وعربية المعلم علوان، والبيوت اللي حواليها دورين وثلاثة. وكانت عاملة فوق السطح بتاعها مزرعة فراخ وبط، وكلهم برابر، مفيش ولا ديك ولا ذكر بط، وبرابر يعني كلهم نتي، واخد بالك يا بتاع أوروبا. وكانت سايباهم سارحين على السطح يلاغوا في ديوك وذكورة بط الجيران، وزي ما قالوا ومن الحب ما قتل، وده حتى في الفراخ والبط. ديوك الجيران كانت بتنط على سطح أم ترتر عشان تكسر الفراخ، تكسر يعني تكسر، واخد بالك. فالديك اللي بينط أو ذكر البط على سطح أم ترتر كان مفقود يا ولدي مفقود، وعلى طول يبقى أجدعها عشوة للمعلم علوان. وكانت خبرة في إخفاء أثر الديك من ريش وخلافه، واللي كان بيضيع لها ديك وتسأل الجيران يردوا عليها بصوت واطي: عند أم ترتر ربنا يعوض عليك. عشان أم ترتر لو سمعت تخلي فردة الشبشب أعلى منه. وطلع المثل الشعبي عند أم ترتر، واللي بيدل على استحالة إنك تلاقي اللي بتدور عليه رغم إنك عارف ومتأكد مين اللي أخده.